وبركاته حبايبنا وكل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. بشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف معانا استاذ احمد الروبي ومكملين. يا استاذ عمرو انت منورني والله ومشرفنا يا استاذ عمرو. وانا معلش انا عندي اصابه بس كده بسيطه. الف سلامه عليك يا باشا. ان شاء الله يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا سبحانه وتعالى، فراضيين الحمد لله رب العالمين. الف سلامه عليك والله المستعان. يعني كنا استاذ عمرو وقفنا في وقت وقفنا اخر حاجه في مرحله العصراوي، الموسم اللي هو بتاع نشر العصراوي. تمام، ان احنا خلاص نقلنا من الضحاوي للعصراوي وهنبتدي نخش مرحله التماسي. تمام. ملحوظه بس صغيره، كان في فيديو كنا اتكلمنا فيه في موضوع المكنه في ابو شفه والمسقه تحط فين مكانها في الباب. يا ريت لو اي حد هيجي يقتني مسقه او يشتري مسقه يا ريت يشتريها بالشكل ده. بص يا عمرو، صغيره تكون بوزها ضيق. ماشي، هورينا المشاهدين المسقه دي اهي، ويا ريت كمان يكون اضيق من كده. يعني في برضه في اضيق من كده. بص اهو حاجه ثانيه اهي. ماشي، بص يا عمرو، دي حتى بتنشي بتفرخ تكون المسقه بقها ضيق. طيب عايزين نعرف ايه السبب. بص يا عمرو، هي المسقه دي اولا يعني ما بتزبلش كتير، ثانيا فرد الحام بس بيشرب منها ما بيحاولش ان هو يعني ايه. لو المسقه بقها واسع بتلاقي المسقه فيها زبل كتير وبتلاقي نسبه امراض الحام كتيره. في نفس الوقت تلاقيك انت بتمسح على طول بالمسقه دي. طول ما المسقه بقها صغير طول ما الميه اساسا بتقعد فيها وقت اطول وما بتتبخرش بسهوله. لما يكون المسقه بوزها واسع فده برضو بيبقى اولا بيلم زبل كتير، ثانيا عرضه للامراض، ثالثا الميه بتتبخر بسرعه. يعني هي عباره عن مكان موبوء. يعني هي تقصد ان هي كل ما تضيق ملمومه المسقه كل ما تكون صالحه وكل ما تكون هي مفيده وكل ما انت تكون يعني تنافس امراض كتيره تمام للحمام. فدي برضو ملحوظه بس بنقولها في النص. يعني لو حد هيجيب مسقه او هيشتري مسقه او يحاول يدور على مسقه او حد هيعملهم له عموله يحاول يخليها مسقه سواء للشبابات او القصوص. شبابات او قصوص او مسقه كبيره او مسقه صغيره، حاول تخلي بوزها يكون ضيق ومتوفره عادي. متوفره بتتباع في السوق عند اي حد، وممكن حد يعملهم لك كمان، والموضوع مش صعب يعني. تمام. هنتكلم بقى في موضوع ان احنا هنبتدي ننقل الحمام، نقلنا الحمام الضحاوي للعصراوي والعصراوي نبتدي نبدا تماسي. اول رمي سنه برمي فيها تماسي لو بعد ما بترمي الحمام موسمين كاملين، بترمي موسم ضحاوي وبننزل من الضحاوي للعصراوي. يبتدي الحمام ده يقل عمره في الوقت ده عن 3 مواسم، يعني 3 سنين او 2.5 سنين. المهم ان هو بيعدي مرحله الضحاوي والعصراوي بيكبر ياخد وقته في العمر ويبتدي بقى يتأهل للضلمه. اول حاجه انا ببدا فيها ببتدي ارمي عصراوي زي ما انا. ابتدي بقى انا بدل ما كنت برمي مثلا الساعه الاول في عصراوي الساعه 12 والساعه 2 ابتدي انزل شويه للساعه 3. ومن الساعه 3 في اول اسبوع في العصراوي او اول 15 يوم في العصراوي ابتدي ارمي 3 واحاول كل يوم اخر يا رب اقدم 5 دقائق بدل ما اعمل 3 و5 3 لحد ما اوصل ل4، ومن 4 ابتدي ارمي من 4 كده. بقى انا داخل من عصراوي بتاع الضلمه كده. انا ببتدي اقرب بس بدرجها، ما باخدهاش مره واحده. لا، مره واحده الحمام مش هيطلع طير، ومره واحده غلط، ومره واحده فيها خسائر، ومره واحده ده انا ما فيش اي حاجه في الدنيا مره واحده. عنصر المفاجاه عند اي حاجه في الدنيا غلط. لازم في اي حاجه، حتى لو تبدا في حاجه في شغل، تبدا في تمرينه، تبطل سجاير، كل حاجه بتيجي بالتدريج. تمام. وفي بعض الحاجات بتيجي فجاه، وده طبعا هي حسب قدر ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن مثلا مره واحده تقول لك بطلت سجاير، واحد يقول لك انا هبطل تدريج، واحد تاني يقول لك انا عشان ابتدي اخش اتمرن واحده عشان خاطر ما يحصليش زي اللي بيخش يتمرن بيسخن قبل ما يخش على هنا بس. فهي هو الحال نفس الكلام، ما فاجئوش. ابتدي انزل كل يوم وابدا من 3.5 واطلع 4 واقدم كل يوم لحد ما اجي مع الوقت الاقي نفسي بوصل من 4 ل4 وربع ل4 ونص. ابتدي ارمي مع بتوع الضلمه بقى. ده بيجي بقى بالايه يا استاذ عمرو؟ بالتاخير. انا كل ما ابتدي اخر
ده بيبدا بالظبط نشء التماسي بيبدا من نص 12 وينتهي في اخر امشير، نص 12 واخر امشير. اما الحمام يبتدي ست فريشه، يبتدي مثلا انت خلاص انت خلص قلش وتبتدي تطلع هترمي ضلمه، بتبتدي اول حاجه تبدا في اول موسم تبدا عصراوي وتنزل تدريجيا للتماسي، غير لما يكون الحمام ده اساسا بايت بقاله سنين تماسي وبترمي تماسي. الموضوع ده هيختلف بس هنتكلم فيه في ايه؟ حلقه تانيه ان شاء الله. فهنبتدي بقى ابتدي انا ادرج الحمام لحد ما اوصل لميعاد الضلمه. وانا برمي الحمام طبعا كل يوم الحمام بيكتسب معايا نفس بيزيد نفسه تمام، وابتدي ياخد بدنيه تنتجها. هتلاقي نفسك انت مع الوقت بتقفل ضرايب تدريجي. في ناس تقول لك الموضوع ده انك تقفل الضرايب، تقفل ضرايب الحمام. معنى قفل ضرايب الحمام معناه ان انا اهل الحمام ازاي ترمي ضلمه، اطيره وقت بالليل اخطر وقت ممكن. بمعنى لما اجي نرمي اول سنه تماسي الحمام يبقى دي امتع سنه برمي فيها تماسي، لان الحمام بيبقى خارج من عصراوي ونفس طويل ودي بقى سن الفتوه وسن القوه بيبتدي بقى يترمي. اجمل سنه انت بترمي فيها تماسي. خد بالك اول سنه ترمي فيها تماسي اصول تبقى اجمل سنه ليك، ان الحمام بيبقى فرعان شبابه في التماسي تمام، ويديك اكتر تمام. في نفس الوقت انت لما بتيجي تدرج واحده واحده لحد ما بتوصل لميعاد معين تثبت عليه بقى، يعني بتدرج لحد ما تقوم ثابت مع بتوع الايه التماسي فتح معاهم باب، او تبقى انت المفروض ان انت في المنطقه ساعتها او في الوقت ده انت اول واحد بترمي في المنطقه. انت واللي من سنك، يعني من سنك بنفس طريقتك تمام، ليكوا الاولويه انتوا ترموا اول واحد، لانك انتوا ربما انت من العصراوي والنشء بتاع العصراوي اللي فاتك انت حمامك ده غطس خاب بره لف مصر قابل حمام بره، فربما انت ممكن تيجي ترمي تخش تجيب اوله من ديره ثانيه تدخلها في ديرتك. فدي بقى المتعه. فتلاقي لو انت هوايه غرفه بتفهم في النش تستمتع سيبك ترمي الاول، لانك انت لا ترمي اوله تربح تقابل حمام مثلا من ديره ثانيه وتجيبه وتجر بقى وهو يجرك وايه تبتدي بقى الحمام ده يجر وهم يطلعوا يفتحوا عشان خاطر يقتلوا معاك ويربطوا الحمام ويحصل بقى سيمفونيه. هو الربط ايه؟ هو الربط ده مش بمزاجه، هو انت عايز تنش، يعني انت رحت جبت اوله اما يتنش عليك اما تنش انت على اوله، يعني حسب الظروف. اما هم ياخدوك ويمشوا يروحوا دايرتهم، اما انت تنش يبقى فوق دايرتك. وبعدين القصه كلها حسب ظروف النش، والقصه كلها برضه خد بالك برضه عمرو احنا عايزين نتكلم في دي واتكلمنا فيها قبل كده، وده نتكلم في حلقات ثانيه. لازم الحمام عارف انا بعمل فيه ايه. الشواره دي ليها معنى والصفار دي ليها معنى. دي هنتكلم فيها في حلقه ثانيه ان شاء الله، وهنتكلم فيها اما اجي انا برمي الحمام في اي وقت. قلتها كده على فكره في ضحاه في عصراوي في لازم الحمام يبقى عارف ان هو طالع الاول بيترمي في اي نش بقى بيبتدي يسخن ويبتدي يقول لي يلا انا جاهز ابتدي اشاور. واكبر اخطاء بتقع في جوه ده وجهه نظري الشخصيه وانا ما بكتبش حد بعينه، ان انا اطلع غيه قبل ما انش اقوم طالع حاطط شواره هنا وشواره هنا واعملها واخد بالك ايه سفينه بقى وتحيا مصر. لا لازم الحمام يبقى عارف دي طالعه امتى ونازله امتى، ليها بعد كده مغزى دي بقدر اتحكم فيها بالحمام. وازاي هقول لك تمام. ببدا بقى عمري بقى اوصل لميعاد ادرج اوصل للميعاد اللي انا هبتدي ارمي فيه معاهم بقى باب بباب او انا من الاول، وبعدين نبقى نتكلم في حلقه ثانيه على اللي يتم بعد كده برمي باب بباب. تمام. احنا قلنا مع حضراتكم ستيب باي ستيب علشان الموضوع ما يبقاش يعني ايه صعب على في ملل او في ملل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. وان شاء الله بامر الله نفضل مكملين دايما معاكم في حلقات تخص عن النش الحمام وازاي تبقى قوي في نش الحمام. اشوفكم في الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله.